تاريخية دي برضه كنوز. متاحف تاريخية زي دونشواي، مصطفى كامل، سعد زغلول، طه حسين، شوقي، ام كلثوم، عبد الوهاب، النوعية دي يعني، مصطفى كامل. انما اما تيجي بقى دي المتاحف التاريخية ومترممة و24 قراءة الحقيقة. تيجي بقى المتاحف الفنية، ابتدينا زي ما شفنا محمود خليل كان فين وبقى ازاي، وبيعاد تاني صياغته مرة أخرى. متحف فن الحديث، عملنا متحف فن حديث كان كله موجود في فيلا في الدقي مركون، فالنهارده بقى موجود في باحة الأوبرا. عندنا متحف راتب صديق، متحف محمد ناجي، متحف محمود سعيد في اسكندرية، متحف سيكو الملي، متحف إنجي أفلاطون، متحف يعني العديد من المتاحف مهتم بكل الرموز والاحداث. بتيجي بقى مثلا متحف زي متحف محمد علي اللي في المنيل. متحف محمد علي في المنيل عنده مجموعة من المقتنيات الرائعة، من السجاد النادر ومن الزجاج النادر ومن البلور النادر ومن أيضا التحف الرائعة جدا. ده يبقى متحف راخر زاخر، مش متحف واحد، أكثر من متحف. فأنا عايز أقول إنه آثار مصر كثيرة ومتنوعة. دار الكتب، مخطوطات الرائعة وكل مقتنيات دار الكتب دي يعني مقتنيات أخرى متفردة. فيعني عايز أقول إن تنوع المتاحف، عندنا المتاحف الفرعونية، المتاحف الجريكو رومان، المتاحف الإسلامية، متاحف القبطية. عندنا أيضا بقى المتاحف المتخصصة زي متحف النسيج، متحف خزف الإسلامي، متحف. ولكن ده كله لا يستطيع أن يشمل كل ما تملك مصر من مقتنيات، بمعنى أن هناك إمكانية لأن يتم تسريب هنا وهناك. دي مسألة، هل هناك ضابط لهذه المسألة؟ ما أعني ما فيش متحف من المتاحف ما عندهوش الإجراءات الأمنية المتكاملة. يعني كل متحف عنده إجراءاته، الكاميرات المتحركة والكاميرات الثابتة وغرفة التحكم المركزي اللي بيبقى قاعد واحد 24 ساعة بيسجل، لو في أي حد دخل وخرج سجلته. ده في كل متاحفنا، كل متاحف مصر القديمة والجديدة. لو جيت انت هتكلمني على صور بتاعت محمد علي اللي تم سرقتها أعيدت صحيح، ولكن هناك سرقة تمت. هو ده الإشكال. وانا عايز اقول بقى حاجة تاني دلوقتي، اوضح وجهة نظري بالظبط. لان في ناس اعترضت ان انا قلت انهم يعني لا يباع ولا يشترى. عايز افرق لان انا راجل تخصصي بقى. فانا بقول ايه، ان رقم واحد انه في قيمة مادية بتلاقيها لوحة قد كده بتبقى بكذا مليون دولار. لان الفنان بتاعها معروف اسمه، خدت بالك. في الفنانين اللي هم بقى ايه يعني نص معروفين يبقوا في البنزيت او في الاكون، دي كتب عشان تقيم لك كل فنان. دول مش موجودين لا في الاكون ولا في البنزيت. اذا هنا بقى التقييم ده، دول ايه؟ اللوحات عبارة عن صور لشخوص معينين، الملوك كلهم كانوا بيجيبوا ناس يرسموها. لكن لما تيجي مثلا لحد ايام محمد علي كان ايام نابليون، فنابليون مثلا كان جاب دافيد يرسم له لوحة دافيد بكام. محمد علي قال واحد ايطالي رسم ما هوش معروف ورسم. انا بقول لا تباع ولا تشترى. ليه؟ لان قيمتها موجودة في الرمزية بتاعتها وقيمتها التاريخية مرتبطة بمكانها، دي بقى خاصة بينا احنا. القيمة التاريخية دي خاصة بالدولة، خاصة بالإطار العام. لكن ما حدش هياخد ده ويبيع ويشتري يعمل بيه ايه من بره. ده اللي انا بقول لا يباع ولا يشترى. لانه انا كان عندي لوحة الملك فاروق من سنتين كانت ب 2500 جنيه مرسومة وقتها. ايوه مرسومة بالحجم الطبيعي وبالزيت. هديتها لواحد صاحبي. يعني دي قيمتها اللي هي في الحدود بتاعتها. دي الحدود. اذا لكن ما تقللش بقى من القيمة التاريخية ولا القيمة الرمزية.
ولكن هذا لا ينفي أيضا طرح التساؤل حول الإجراءات التأمينية الخاصة بالأماكن. كيف يمكن إذا ما كانت الصدفة هذه اللوحات كانت ذات قيمة؟ لوحات لا أنا معاك في ده، هي لو كان لها لو قيمة كبيرة عالية جدا كان ما يهمناش كنا ركبنا بقى. إنما اللي أنا عايز أقوله يعني برضه عايز أوضح هذا القصر. يعني أنا لما رحت شفته يعني حسيت إن إيه القوة التدميرية اللي قدرت تعمل القصر بالشكل ده، وإيه القصر ده كان تحفة عندما افتتح، عندما في بدايته. مش من زمان ومش من زمان 3 سنين. المهم وهو قصر احتفالي على فكرة، عشان الناس قاعدة برضه تقول ما هم بيعملوا فيه احتفالات ومش عارف. اسمه القصر الاحتفالي لأن قصر محمد علي الأساسي كان على النيل وأزيد يعني عشان يعملوا طريق شبرا ده. إنما ده قصر اللي كان بيكون فيه كل الاحتفالات، فاحنا بنستمتع بنقيم فيه احتفالات وكده يعني. فأنا عايز أقول إنه ايه تصريح بالقوة التدميرية؟ ايه قوة تدميرية فين؟ انا لما جيت لقيت هذا القصر اولا 50 مليون 20 مليون منهم بس على القصر نفسه، اما 30 مليون جنيه على كلية الزراعة، لان كانت اتبنت مباني قميئة جدا جدا حوالين القصر وفي الحديقة، فكان لابد من ازالتها ونبني لها على حسابنا طبعا مباني بعيدة عن القصر عشان ياخد جلاله. الترميمات والفسقية الجميلة الرائعة الرقمية دي كانت متفككة ومحدش عارف يركبها. ما كانت مرمية وبحالة يرسل. يعني انا قلت طب دي هتركب ازاي؟ لحد ما جبنا يعني متخصصين تماما في عملية التركيب، واحدة خبيرة من ايطاليا حقيقة يعني ركبتها تركيب رائع جدا. وبعدين كانت اللوحات نفسها دي كانت موجودة في مخازن وبدرومات، طلعناها دي عيلة محمد علي وما كانتش متعلقة يعني، فرممناها وضبناها وقلنا نزين بيها. هنا بقى الأمن يبقى أمن أفراد، ما تقدرش تحط كاميرات وغرفة تحكم مركزي لأنها غير معقولة سرقة. لا تساوي هذه القيمة اللي تصرف عليها، غير معقول انها تتسرق. اوكي. ولو معقولة انها تتسرق ما كناش حاطينها اصلا. ليه؟ لانه ما انتش عايز تجيب لنفسك اشكال. اللي سرق ما عندوش فكرة. هو قال ان هي ملايين. ايوه. لكن المتحف اللي ورانا ده مثلا لا كاميرات طبعا ومحمي تماما طبعا، وبالتالي غير قابل ان هو يتم اختراقه امنيا. واي متحف في مصر مؤمن تامين كبير. طيب الحقيقه قبل ما نختم الحوار لا يمكن لنا ان نختم قبل ان نتوقف امام حلم المتحف المصري الجديد المؤجل. لا مش مؤجل. امتى كان ميعاده لازم يكون موجود؟ 2011. واحنا هنفتتحه امتى وهيكون موجود امتى؟ المتحف انا ارجو ان سيادة الرئيس يجي يفتتح المرحلة الاولى والثانية خلال اسابيع. المرحلة الاولى والثانية دي تساوي كده في مقياس السد العالي، حاجة ضخمة جدا. ايه اللي حصل في الاولى والثانية؟ المرحلة الاولى والثانية هي مراحل المراكز العلمية ومراكز الترميم والمواقع اللي هي فيها مضخات المياه والكهرباء وكل ما هو متصل بالمراكز العلمية، والأنفاق اللي بتوصل من هذا الكيان الضخم جدا لجسم المبنى الأساسي اللي هو من خلال التل اللي هو احنا عدينا من تحت. مش هتصدق ان ده مبنى بهذا الحجم موجود في مصر. يعني ما تقدرش تمشي فيه يعني كده. امتى الافتتاح؟ امتى الانتهاء من المتحف كمتحف؟ المتحف